trying to expose yourself to the best things that humans have done, and then try to bring those things in to what you're doing. I mean, Picasso had a saying, he said, good artists copy, great artists steal. And we have, always been shameless about stealing great ideas. لحد امتى هفضل مستنية شرارة العبقرية، الفكرة الأوريجينال 100% اللي مفيش منها اتنين، اللي هبدأ بيها الكارير بتاعي؟ لما قعدت أدور شوية في سوق الابتكار أو الكرياتيفيتي لقيت معلومة بتقول بطل تدور، بمعنى ان العبقرية المطلقة الفكرة الأوريجينال 100% دي مش موجودة في الوجود، ملهاش معنى، هتخليك واقف في الوقت اللي المفروض العالم كله بيجري فيه لقدام. الفرق ما بين الناس اللي فعلا بتشتغل وبتنفذ والناس اللي عايشة في الأهوام هي طلعت طريقة التفكير مش أكتر. الصناع أو الناجحين الفعليين بطلوا يكونوا هم أصحاب فكرة اختراع العجلة مثلا، وبدأوا يكونوا حرامية أذكياء. هم فاهمين كويس إن مفيش حاجة جديدة تماما جاية من الصفر، وإن كل حاجة حوالينا عبارة عن إعادة تدوير وميكس. أي حاجة، حتى الطيارة، اختراع العربية، اختراع المروحة، كلهم جايين من حاجة بيزك في الدنيا، وبعد كده هم بدأوا يحطوا لهم التاتش بتاعهم. فلو انت عايزة تنجحي انت مش محتاجة المعجزة اللي هتيجي تنقذك من كل ده، انت محتاجة سيستم او نظام تشغيل لكل افكارك وابداعك. عشان تقدري تعملي السيستم بتاعك، اول حاجة عايزين نعرفها في نظام التشغيل هو ان انا محتاجة اتحول من شخص مستهلك بيتفرج وخلاص لشخص منسق ومنبع للافكار. طب ازاي؟ لما تشوفي حاجة وتخطفك ما تعمليش لايك وتجري الشاشة على طول، في لحظتها اقفشيها. فانا محتاجة استخدم السيستم او طريقة الفولدر، بمعنى انا هعمل فولدر اي حاجة هتعجبني، مقولة، صورة، باليت الوان، على طول بقعد وبسيبها في الفولدر بتاعي ده. وهو الموضوع مش هيكون كركبة زي ما انت متخيلة، لا، ده بيبقى موضوع حسابي بحت. لو جيت وسرقت من شخص واحد بس هو ده التقليد الأعمى اللي هو هتوصلي للسكة السد بتاعتك، انما لو جيت اسرق من 10 20 100 هو ده لحظتها اللي هيكون الفن. ما انت لما هتاخدي حتة من هنا على حتة من هنا على 100 مكان مختلف تعملي ميكس وبتعملي تركيبة المكان اللي بتولد فيه اسلوبك وطريقتك انت. من اكبر الكذبات بقى اللي احنا بنكتبها على نفسنا هو ان انا هستنى نبضة صوتي، هستنى طريقتي، هستنى شخصيتي لحد ما ابدا. في الحقيقة انت مش هتلاقي صوتك ده غير لما انت تستخدميه وتتكلمي بيه، حتى لو كان طالع في الاول شبه صوت حد تاني. فعشان اكون معاكي صريحة، ابداي قلدي الناس قدوتك والناس اللي انت بتحبي تشوفيهم في مجالك، واعملي ده وانت قاصده تعملي ده. انسخي طريقتهم، اسلوبهم وصوتهم، وما تقلقيش انا بقولك ده، واوعي تقولي على نفسك وقتها نقالة. اصبري، في حاجة بتحصل وانتي بتحاولي تقلدي حد شاطر قوي، هو انك بتفشلي، لانك ببساطة مش هما، فانتي مش هتبقي مهما حاولتي انك تطلعي شخصية كربونية منهم بالظبط. ساعتها الفشل في التقليد هو اللي هيوضح الحتة بتاعتك وتميزك وشخصيتك. يعني عيوبك في تقليدهم هي في الاصل مميزاتك. اللحظة اللي انت بتفشلي فيها انك تكوني نسخة طبق الاصل من قدوتك هي نفس اللحظة اللي بتظهر فيها تميزك واسلوبك وتوقيعك الخاص. اقوى الترندات بقى مش بتظهر في نص المجال، ايا كان المجال ده ايه، او حاجة ملموسة او حاجة انت بتصوريها زي ما انا بصور يوتيوب. دي حاجة بتتولد عند التقاطعات. معظم الناس بتحاول تخبي هواياتها والحاجات الشاطرة اللي هي بتعرف تعملها عشان يبانوا في شغلهم ان هم الناس البروفيشنال. الاهتمامات الجانبية دي هي اكبر ميزة تنافسية عندك. الابتكار بيحصل ازاي؟ لما انت بتجيبي فكرة بتحاولي تعملي لها ميكسينج او دمج بين مجالين او عالمين ملهمش علاقة ببعض خالص. لو جينا نضيف الهندسة والموضة مثلا، هتركزي في تفاصيل وتركيبات وجماليات عمر ما مصمم ازياء هيبقى بيفكر فيها نهائي. اي حاجتين انت شاطره فيهم لو جيتي وعملت لهم ميكسنج مع بعض هتعملي الحاجه الكرياتيف بتاعتك، الحاجه اللي عمر ما حد هيبقى بيعرف يعملها شاطر قوي في اي مجال من المجالين. نظره التقاطع اللي انت عملتيه ده اللي احنا بنسميها الترند، الحاجه الكرياتيف، هي الحاجه اللي هتبين لك قيمتك. فما تحاوليش تختاري ما بين شغفك وما بين اي حاجه تاني، اعملي لهم ميكسنج مع بعض. العالم بتاعنا دلوقتي وفي جيلنا احنا اكتر مفيش حد بيوزع شهادة الجاهزية، الشخص الجاهز، ومش هتلاقي ابدا عمرك الاشارة الخضراء اللي هتنور لك من حد بره بيقولك ابدأي.
انجح الناس اللي انا عاصرتهم وانا تابعتهم وشفتهم من البداية هم الناس اللي بدأوا وهم اصلا من الاساس مش مستعدين. فبطلي تستني اللحظة المثالية، بطلي تعملي كده، ابدأي من النهاردة، اسرقي بذكاء واشتغلي على الافكار اللي انت جبتيها. ابدأي اعملي الفولدر، ابدأي قلدي صوت وطريقة الاساتذة في اي مجال انت عارفاه. اخلطي هواياتك في شغلك، ابدأي قلدي الاصوات لغاية ما صوتك هو اللي يطلع ويقولك انا موجودة. ابني العالم بتاعك دلوقتي، لان مفيش اي حد في الدنيا دي هيجي ويبنهولك.